البديل السياسي الوطني وين؟ يعني لا زال يبحث عن نفسه حقيقة. ماكو لحد الآن اليوم بديل سياسي هو مقنع للشارع العراقي يخلي فعلا أنه يجذب ببرامجه بخطواته بتواصله مع الناس. تخيل أنت قبل نقول ثورة الكادحين الفقراء، ثورة جياع وغيرها من هاي الأمور، تعدت كل الطبقات السياسية، يعني هو منها القوى المدنية، ولم تنجح لغاية هذا اليوم بتأسيس يا ربي حتى القوى المدنية لم تنجح، حتى القوى المدنية الناشئة الآن اللي عندها خطاب جديد لم تنجح جزء من هذا السيناريو، لم تنجح بتأسيس مشروع سياسي يستطيع أن القوى الناشئة، أو احنا قلنا في مؤتمرنا الثاني انه خلاص احنا عبرنا موضوع القوى الناشئه انها حركه سياسيه انبثقت ما بعد حراك 20 في 2021. من 2021 الى اليوم احنا مضينا 4 سنوات واكملنا مؤتمرنا الثاني بحمد الله، وصار انتخاب لقياده جديده. هذه لا تعتبر تجربه تقارن مع تجارب القوى السياسيه سواء المدنيه القديمه منها وايضا القوى السلطه الموجوده. بالتالي نحن في اول تجربه انتخابيه اخذناها في الدوائر المتعدده واحنا نتذكر هذا الموضوع، يعني ما كان حاجه الى تحالفات ولا ائتلافات. في تجربه مجالس المحافظات بمن نثق؟ أكيد سنثق بالقوى المدنية القريبة منا بالاحتجاجات، وذهبنا لتأسيس تحالف هو تحالف قيم، وبذلنا قصارى جهدنا في هذا التحالف في الحفاظ على التحالف والاستمرار. للأسف غياب المشروع السياسي واستثمار اللحظات الضاغطة الانتخابية في تأسيس مشاريع هي من تنهي هذه المشاريع مبكرا وتجعلها غير قادرة على الاستمرار. لذلك أنا أقول نحن في حركتنا والكثير من الحركات الناشئة ربما تفكر بذات الطريقة أن أمامنا وهي أيضا لا تحمل مشروع وبديل سياسي جاهز. لا، من القوى الجديدة لا، القوى الجديدة هي جاي تبحث عن تأسيس مشروع سياسي ليكون البديل للناس. لذلك نحن يمكن في الفترات السابقة واضح نحن نتحدث مع الناس بصورة مباشرة، مع الناس، هموم الناس، آلام الناس، وبالتالي من هذه الهموم والآلام ممكن أن تنتج مجاميع سياسية، مجاميع تنشط، مجاميع قادرة على أن تكون بديلا سياسيا حقيقيا تخرج من الشارع، من الناس، من المجتمع، قبل أن تولد في قصور الأحزاب السياسية سواء المدنية أو الناشئة أو غيرها. تخرج من هذا الشارع بإقناع وقناعات تذهب لخطاب مع المواطن جميل. في سبيل أن نؤسس شيء. جميل. أستاذ مشرف، المشروع الوطني نبحث عنه، أخوي ما عندكم سلاح وما عندكم فلوس وما عندكم نفوذ بالسلطة، منين المشروع الوطني؟ هاي معادلة، الجماعة عندهم سلاح، عندهم فلوس، عندهم سلطة. شوف قبل فترة صار موضوع إضراب المعلمين، تحدثنا عنه بقوة، صح، احنا معاه وكان هذا واضح، فاتصلوا بي يعني ناس الدولة قالوا يابا ترى هذا ممكن انه يصير عليك علامات فهم او دعوة للعصيان، دعوة للتحرير وغيرها من هاي الامور. يمس ملفك بالمفوضية. الله بالخير عليكم. الله بالخير. انت عندك تعيينات، انت عندك نفوذ، عندك مال وعندك سلاح. صحيح. احنا ايش عندنا؟ خطابنا مع الشارع، تواصل مع الناس اللي ويا الناس، الموارد البشريه. وليش قلت انا احنا ما دام ببعد عن الناس وببعد عن التقارب وياهم، وما جاي نحس بالمهم، ما جاي نعيش بالمهم، وباقين على اختلافاتنا التي لا يعني ايضا خلافات سياسيه بين القوى المدنيه ما جاي توصل لها نتائج جيده. لذلك يجب ان نتواصل مع هؤلاء الناس حتى نقول هم هذول اللي يكون ظهيرك في انتخاباتك، في مشاكلك، في تظاهراتك. والثقه اللي انفقدت، ثقه انفقدت بنفس المجتمع، انطى اصوات التشرين وانطى اصوات الاحزاب ناشئه وخلى لهم حضور برلماني، فقدوا الثقة، راحوا صاروا جزء من الإطار وجزء من القوى السياسية التقليدية. هو الناس فقدت الثقة. هو الناس يعني اعطت أصواتها لحزب واحد شريك، ما اعطت أصواتها لأحزاب شريك. كل الأحزاب لا، حزب مستقلين اللي صعدوا بأسماء وعناوين صعدوا من مظلة التشريع لحزب واحد. الناس تأثرت بتسمية المستقل وفي ظنها أنه الخلاص بالمستقل، بينما أنت يجب أن تنتخب مجاميع سياسية وعلى ضوء مشاريعها، مو كل شخص هو فرد يعني. تروح هذا كان عدم وضوح بالرؤية. اتفق في تشرين، لم نتفق في تأسيس حزب واحد، في تحالف واحد. أنا كنت من الساعين، يعني يسمعني أبو مصطفى قبل الانتخابات، أنا قلت له مستعد كل مرشحين نازل أخذ حقي أنه أسحبهم في سبيل أن نطلع في صورة نقول إحنا سوا، وما حصل موافقة في هذا الموضوع. كانت حتى ما قبل الانتخابات انعدام للثقة فيما بيننا. وأنا أتذكر أيضا الأحزاب أيضا تتزاحم على السلطة نتذكر كل زين أكو أحداث صارت في قبيل الانتخابات وكان فيها ترويج لحزب دون الآخر قبيل الانتخابات. يعني مثلا أغاني كانت تصدر بالضد منهم في سبيل انه تزكيتهم وتصفيتهم. ونتاجها تصويت الحلبوسي او في بدايه تاسيس البرلماني ما لقى. حتى انا ما اعتب على ذول اللي طلعوا وراحوا الصراحه، لانه ما لقى له حاضنه سياسيه حقيقيه في داخل البرلمان، بل اطراف، افراد، شخوص، كل واحد يتبنى نفسه وبالتالي يروح مع اهوائه. اضافه نحن لا نستطيع ان نسميهم هم هؤلاء مدنيين او ديمقراطيين. اغلبهم يبحث عن اسلام سياسي مغاير عن الاسلام السياسي اللي موجود، ناهيك عن المصلحه بالتالي هذه لا تعزل تجربه تشرين وتختصر بالاشخاص اللي كانوا في البرلمان.